شكرا لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن. وجودك معنا في هذه الليلة هو قيمة إضافية لنا في هذه الليلة ولهذه الجائزة. شكرا لك. إذن 12 مشتركا تقاسموا هذا المساء على نيل الجوائز، 3 مشتركين في فئة النظم، و6 مشتركين في فئة المحاورة، و3 مشتركين في الشيلات. عبروا بقصائدهم، عبروا عن حياة المؤسس الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وعن الوطن. 3 سيغادرون بالمركز الأول وبمبلغ 5 ملايين ريال عن كل فئة، 3 سيغادرون بالمركز الثاني وب2 ريال عن كل فئة، و3 أيضا سيغادرون بالمركز الثالث بمبلغ 1,000,000 ريال. نبدأ الآن ساعة الحسم وإعلان النتائج. نبدأ إعلان النتائج لفئة النظم. الشعراء ال3 الذين تنافسوا معنا هذه الليلة، الشعراء هم الشاعر راشد نفيعي، والشاعر سلطان شتيلي، والشاعر سعود بن قويعان. الآن سنكتشف من الفائز بين هؤلاء ال3 إلى أن تصل النتائج. من سيكون الفائز بهذه الليلة؟ النتيجة وصلت. النتائج وصلت. الفائز بالمركز الثالث، الفائز بالمركز الثالث هو سلطان شتيلي. من هو الفائز بالمركز الأول؟ الفائز بالمركز الأول راشد نفيعي. والفائز بالمركز الثاني سعود الويعان. ألف مبروك لكل الشعراء. ألف مبروك لسلطان شتيلي، والفائز بالمركز الأول ألف مبروك راشد نفيعي، وأيضا سعود الويعان. ألف مبروك، ألف مبروك. شكرا، يعطيكم العافية وتستاهلون. الآن نصل لفئة المحاورة. إلى أن يصل شعراء المحاورة بعد منافسات طويلة ومنازات شعرية بين شعراء فئة المحاورة، من وصل ومن فاز بهذه الليلة؟ أهلا بكم، تفضلوا. وصل منهم 6 شعراء: الشاعر إبراهيم الشيخي، والشاعر حمود اسميل بقمي، والشاعر عيضة شلوي، والشاعر فهد العازمي، والشاعر فالح الغنامي، والشاعر ملفي المورقي. كلهم يتنافسون على الفوز بهذه الليلة، لكن من سيكون الفائز بالمركز الأول، ومن سيتحصل على المركز الثاني، ومن سيتحصل على المركز الثالث؟ إلى أن تصل النتائج.
هدوء عشان نسمع الصوت. النتائج وصلت، عشان نسمع لازم تهدون شوي. من الفائز في فئة المحاورة؟ الفائز بالمركز الثالث فالح نقا الغنامي. ألف مبروك يا فالح. من الفائز الآن بالمركز الأول؟ الفائز بالمركز الأول ولا الثاني؟ الفائز بالمركز الثاني عيضة مبارك الشلوي. أما الفائز بالمركز الأول ملفي مزيد المورقي. ألف مبروك لكم كلكم. هدوء يا شباب، هدوء. شكرا، يعطيكم العافية. الآن الفئة الأخيرة فئة الشيلات. بانتظار النتائج، ونطلب من كل من صالح اليامي وعبد الله الطواري ومقرن الشواطي يتفضلوا على المسرح. نتائج الآن، النتائج نتائج شكرا يا شباب. وصلت النتائج. طيب هدوء يا شباب، هدوء عشان يسمعونهم بعد، هدوء. طيب فئة الشيلات، الفائز بالمركز الثالث، مستعجلين؟ الفائز بالمركز الثالث عبد الله العازمي. ألف مبروك يا عبد الله. الفائز الآن طيب أنا ما أسمع. طيب ترى أنا ما أسمع، اهدوا يا شباب، لأن الآن خلاص لازم نسمع من الفائز بالمركز الأول. يعطيكم الله العافية، بس اهدوا علشان نعرف من الفائز. الفائز بالمركز الأول مقرن الشواطي. وصالح اليامي بالمركز الثاني. شكرا لكم، شكرا جميعا، شكرا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية. بإمكانكم تفضلوا، تفضل، يعطيكم العافية، تفضل. إذن وصلنا لنهاية هذه الحلقة بعد مشوار طويل من التحدي والمنافسة على نيل جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي.
شكرا من القلب لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث وهذه الجائزة القيمة. شكرا لكل المشاركين، شكرا للجان التحكيم، ألف مبروك للفائزين. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.